في الوقت ده كان قدامي كلية تعليم صناعي، وكان قدامي معاهد بقى الفنية ومعاهد الخاصة وكل الكلام ده. طبعًا نظرتك المجتمع نظرته ليك إن أنت واحد دبلوم، أنت واحد معاك دبلوم، أنت متخيل نظرة المجتمع ليك إيه ده، إيه ده صنايع ويع. طبعًا أنا بابايا تعليم عالي، والدتي تعليم عالي، عيلتي كلها تعليم عالي، عيلتي كلهم ثانوية عامة، أنا الوحيد اللي شاذ طلعت في النُص كده صنايع، نعم، وقبلها سياحة وفنادق، نعم، أنت إيه في الحياة؟ كانت فترة صعبة، أنا كنت باعيّط في تانية ثانوي وتالتة ثانوي من إيدي كانت بتوجعني، طبعًا جاز وشحم والكلام ده، ووجع وجع بقى أنت بتتعامل معاملة الصبي في المصانع، يعني أتمنى من المباراة الكل تكون صلّحت المشكلة دي، إنها تعمل رقابة على الطلاب جوّه المصانع، لازم يعمل كنترول عليهم جوّه المصانع، عشان الطلاب كانت بتتعب، بتشقى. والله كنت باعيّط ساعات، كنت باقول لوالدتي ووالدي طلعوني من المدرسة، من كتر التعب اللي كنت باتعبه من ال من نور اللحام الأبيض اللي كان بيوجع عيني، وكانت عيني بتحمر وتورم، واللي يقول لك حُط عليها قوطة، واللي يقول لك اعمل لك كمادات دافية، شغل بقى غريب. عدِّت ال3 سنين على خير، وبعد كده دخلت معهد فني صناعي المطرية، آآ كانت أنيل بقى، كان معهد المطرية ده سُمعته يعني وحشة جدًا، وحشة جدًا، وحشة جدًا، جدًا، مخدرات ومش عارف إيه كلام كتير جدًا مش حلو، مش حلو. أنا كنت كل لساني يقول لي: "أنت فين؟" أقول له: "أنا في الكلية التكنولوجية جامعة المطرية." اللي هي أصلًا مش موجودة، بس هي كان اسمها الكلية التكنولوجية المطرية تابعة لجامعة حلوان، والأمن والحراسات اللي كانت جوّه الجامعة ساعتها كانت الداخلية كانت ماسكة حراسات المعادن معاهد قبل الثورة يعني، كانت جامعة عين شمس أصلًا. أول أسبوع ليّا في المعهد ساعة الكشف الطبي، 2 عوّروا بعض بأسلحة، أسلحة بيضا يعني سلاح أبيض مش هينفع أقول الاسم يعني. اتشائمت، أول ترم مش كنتش عايز أحضر، دخلت كورسات كده ودروس وقصة غريبة كده وما قدرتش أحضر، لدرجة بقى ما أصحابي يكلموني ويا ابني تعالَ وكمّل وهُم سنتين هناخدهم بالطول والعرض وهنخش هندسة وما لكش دعوة وتعالَ ما تحتكش بحد، أنت مش بتاع كده، وأنا ولا بتاع مشاكل ولا بتاع خناقات ولا أي حاجة من الحاجات دي، أنا حتى ما باشربش السيجارة، وما باشربش كوباية الشاي، فإزاي أنا أخش في خانة كده أنا عيلتي prestige ومستوى وبتاع، أنا مش قصدي أغلط في حاجة في المعهد بس الفئة دي في الوقت ده كانت بتلِم أي حد. لمّا دخلت بقى وتقبّلت الوضع، الله يمسّيك بالخير يا خالو، خالي قعد معايا، أنا فاكر قبل امتحان الترم الأولاني قعد معايا قال لي: "بُص يا ابني مش هتكمّل دراسة." هو أولًا أنا خالي designer أزياء، designer أزياء محجبات تبع براند سعودي يعني بيعمل شغل عبايات سعودي وكده بس حاجات براند بقى. آآ فجه قال لي: "تعالَ أنا هاشغّلك وأنت دلوقتي معاك دبلوم، معاك دبلوم عادي." فتعالَ بقى أشغّلك بشهادتك، بُص هو جابها لي إزاي، هو لفّها لي إزاي، فرُحت اشتغلت معاه قعدت 3 أيام، الصنايعية بيشقوا، بيشقوا وبيتعبوا، بيشقوا وبيتعبوا أوي والله، قعدت معاه 3 أيام، قُلت له: "يا خالو أنا مش هاستحمل، أنا مش عايز." قال لي: "يا اسطى، مش عايز تقول لي يا بلية." الظاهر كان هو بيصِرّ إنه يقول لي يا اسطى هو وأصحابه، عشان أنا ما احبش الوضع ده، مع إن والله العظيم الكلمة حلوة وما فيهاش أي مشاكل.
بس انا مش متقبلها، ودني مش رنانه بالنسبه لي، يعني مش متعود عليها. فكملت الترم التاني. قابلت زميله ليا اسمها بوسي، والله هي اسمها بوسي مش دلع، هي اسمها بوسي. كان في البطاقه بوسي عبد الجواد، وعبد الجواد جاب بوسي ازاي ما تعرفش، محدش يسالني. ده مسي خير بخير يا بوسي. آه، هي واحمد جوده واحمد عصام وايمان علي ومجموعه كده كانوا بيروحوا مركز اسمه مركز سوزان مبارك للاستكشاف العلمي، مكانه في كوبري القبه. المكان ده انا رحت وانا في رابعه ابتدائي في رحله مع المدرسه، ومن ساعه ما شفته وانا بعشق حاجه اسمها روبوتات واختراعات وميكانيكا، وده بيشتغل ازاي وده بيخش ازاي. عشان كده انا والدي اصلا لاني بحب الحاجه العملي فقال لي: طب ما انت ما بتحبش المذاكره وما بتحبش حد يقول لك تقعد تذاكر، خلاص تعالى اوديك حاجه صناعيه تقدر تشتغل فيها بايديك فتطلع انتاج فتنجح تجيب درجات على العملي فربنا يكرمك وتخش ايه كليه. ده كان تفكير والدي، وللعلم والدي تعليم عالي. ف قلت لزميلتي: انت بتروحي يا بوسي المكان ده؟ قالت لي: اه ده في مهندس اسمه محمد خضر بيكتشف المواهب الاختراعات والكلام ده، وتعالى وانت دماغك حلوه وبترسم رسم هندسي حلو جدا فتعالى واقعد. المهم قعدت اتكلمت معاه. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ربنا يبارك لك يا باشمهندس محمد خضر، ربنا يبارك لك. الراجل ده خريج الاكاديميه الروسيه لتصنيع الروبوتات في الاردن، يعني هو مصري ودرس في الاردن. ربنا يبارك لك يا باشمهندس محمد خضر. قعد معايا اتكلم معايا اديته افكار اختراعات. كان زمان كان المركز عشان يشجع المواهب كان في فقره كده صغننه بتاع 2 سم او 4 سم، 2 4 سم، 4 سم في 10 سم، حته صغننه كده في جورنال الاهرام المسائي. حط صورتك كده جميله وسنك واسمك ومعهد بتاعك او الدراسه بتاعتك هي فين، واكتب الفكره بتاعتك اللي انت بتخترع فيها. وقلت له ساعتها الفكره نموذج اختراع عن الباراشوت، ان طياره لما تيجي تقع خلاص فيهاش وقود او فيها مشكله، الكابينه بتاعت الناس اللي قاعده جوه الطياره تبتدي تنفصل عن الطياره ويطلع منها باراشوت عشان تنزل في المكان بسلام وامان. طبعا افكار كانت في الخيال. طبعا الحاجات دي موجوده دلوقتي بس شيء متطور زي الباراشوت للطيران بتاعت الطيارات الحربي، او الكبسوله بتاعت مكوك الفضاء لما بيحصل له مشكله بيفصلوا الكبسوله وات ايفر يعني. بس كانت فكره ساعتها، الكلام ده كان في 2009، فكنت صغير، انا كنت ساعتها بتكلم في 16 سنه، فتفكيري كان جايب هنا. بعد كده انا كنت يعني من عشاق 3 قنوات في التلفزيون او 4 عشان ما ابقاش كداب، بس 4: سبيستون، ام بي سي 3 لما بدات تتعمل تشتغل يعني، بس سبيستون دي كانت من عشقي. انا لغايه ثالثه ثانوي كنت بتفرج على كرتون، حياتي كلها كانت كرتون، ومش كرتون اللي هو كرتون زمرده، لا، مع احترامي طبعا ليهم، كان كرتون بقى المحقق كونان وكابتن ماجد وسابق ولاحق وببليد وجنبها بقى بص الكيمياء المختلفه. والله وحتى يومنا هذا كنت اتفرج على الجزيره الوثائقيه، كانت لسه في البدايه خالص. وناشونال جيوغرافيك كانت تبع مجموعه شول تايم، كانت في مجموعه زمان كده مجموعه قنوات اسمها شول تايم، وكان جواها ناشونال جيوغرافيك بالانجلش اصلا. كنت بتفرج كده، عارف الشغل البصمجيه، انا بتفرج بشوف بيعملوا ايه وانا بعناية بقى بترجم اللي بيحصل. كيمياء غريبه، تتفرج على كرتون اللي هو الخيال والصور والرسم والكلام ده والابداع. وهقول لكم ان شاء الله الايام اللي جايه واحكي لكم من ضمن الحاجات ايه فائدتها في الحياه، وايه اللي بتعمل في شخصيه الانسان الكرتون ده، ايه فائدته في حياتك الانسان. والتكنولوجي والافلام الوثائقيه، وسلام بقى لما كان بيجيب في الجزيره الوثائقيه بالذات الاكل البدوي كانوا بياكلوا ازاي، وبياكلوا في الحاجه اسمها المدفونه. بص كنت بحب اتفرج على الحاجات دي قوي، اقعد 6 الصبح واتفرج في الكلام ده. المهندس محمد خضر خد بايدي وقعد بقى يديني دورات في التنميه البشريه،
وازاي انك تعتمد على الذات، حاجات كتير كده. قال لي هات سكتش واي فكره تيجي في دماغك تبقى في ورقه، اي اختراع يجي في دماغك حطه في ورقه مهما كان تافه. والله العظيم ده بالنص. بقت حياتي ماشيه حرفيا من وقتها. انا ممكن اكون في الفتره اللي قبلها كنت تايه، انا مش عارف انا عايز اعمل ايه. طب انا هخلص الثانوي، هخش الكليه، ده لو دخلت هندسه هعمل ايه؟ ايه هي هندسه؟ انت متخيل درجه تفكيري كانت عامله ازاي في الوقت ده؟ فعلمني ازاي اطلع اي فكره في دماغي في ورقه، اي اختراع. قال لي فك وكسر، فك وكسر، بوظ ونصلح. ووالدي بصراحه كان مساعدني، هو ووالدتي كان يجيبوا لي الحاجه، اللعبه كانت تقعد معايا 5 دقايق، الدقيقه السادسه كنت بفككها، ما بخليهاش تنفع نفسها. كان فاكر انا زمان وانا صغير وانا عندي 7 سنين، بابايا كان بيحب يصلح الحاجات في البيت وكده، يعني عده منزليه. فكان يجيب العربيه، كان جاي لي العربيه في عيد ميلادي، انا فاكر العيد السابع او الثامن عيد ميلادي، جات لي عربيه مايكل جاكسون اللي كانت بتفتح الشباك كده وتنور وكان بريموت كنترول. انا بقى عايز افهم الريموت ده ازاي بيحرك دي من غير سلك، يعني مش جايه في دماغي. لعبت بيها 5 دقايق، الدقيقه 6 كنت بجيب بفكها، فككتها حته حته. انا ما اعرفش اجمعها، انا افكها اجمعها لا. لذا كان عندي شوال كل لعب متفككه وكلها مواتير. انا عايز الموتور، انا عايز اعرف الموتور ده بيدور ازاي، وما هداش الا لما افتح الموتور واشيل السلك منه كده. طب السلك ده على بعضه، طب ايه اللي بيحصل؟ والله العظيم لغايه ما دخلت سنه اولى ثانوي وانا عايز اعرف الموتور ده بيلف ازاي، لحد ما قعدت مع اصحابي في قسم كهرباء وهما بيلفوا موتور، وقال لي ده السلك لازم يتعزل، وبيتعزل بطريقه معينه، وطول السلك ده ليه قطر معين وطول معين عشان يدينا قوه مغناطيسيه معينه. ده قانون ودراسه. المهم كنت بتفرج على ناشونال جيوغرافيك ولقيت حاجه اسمها الطاقه المجانيه. الطاقه المجانيه، ايه الطاقه المجانيه دي؟ قعدت بتفرج على فيديوهات، وساعتها كان اليوتيوب لسه طازه، كان الانترنت عندنا سرعته 128 كيلو بايت، اجمد واحد في الشارع. كان ب 512 جنيه الفاتوره، بدفعها كده كل شهر، كان بابا بيدفعها لنا. وكان جاب لنا راوتر، كان راوتر يا سيدي دي لينك، انا فاكر دي لينك، كانت شركه تي داتا اللي هي وي دلوقتي. انت 128 كيلو بايت، كيلو بايت، يعني احنا بنحمل بسرعه 12 13 كيلو في الثانيه. انت متخيل الفيديو كان بيشتغل ازاي معانا؟ وحتى جبت فيديو بقى ناس قديمه منزلها على النت، يعني هم طبعا عاملين باك اب، يعني فيديوهات كانت مش متصوره في الوقت ده يعني. وفيديوهات عن المغناطيس، ازاي الطاقه المغناطيسيه بتعمل طاقه دائمه، تقدر تحول الطاقه الحركيه لطاقه كهربائيه عن طريق مولدات، تقدر تستخدم بقى عن الطاقه المجانيه اللي هي مولدات المراوح والتربونات، والطاقه الشمسيه ما هي دي طاقه مجانيه. حاجات كتير بقى، موال. انا قعدت سنه بس عمال اتفرج على الحاجات دي واعمل افكار. انا عندي كراسه كده بتاع حوالي 100 اختراع، كله هوا يعني، بس يعني انا اقول اختراع. خلصت المعهد السنتين وجبت 92.